شجر كريسماس 40 مليون دولار. بعد ما عرفنا الفيديو اللي فات ان اغلى شجرة كريسماس في العالم ب 11 مليون دولار وما فيهاش اي حاجة من ريحة 2030، فتفتكروا لو احنا اللي عملنا اغلى شجرة كريسماس في العالم هتكون عاملة ازاي؟ اول حاجة اكيد هنستخدم الطول بتاع الشجرة الاغلى حاليا، ولكن هنضيف عليه هيكل من التيتانيوم والايروجel عشان تبقى قوية وما بتتحرقش. تاني حاجة طبقة الاضاءة هتبقى معمولة من النانو LED، بتتغير حسب الجو والحرارة والصوت في المكان. وفي القمة نجمة كريستالية بس فيها انتراكتيف AI كور بتحلل عدد الناس وتتحكم في الالوان، تقابل امنيات من الناس عشان تعرضها. في تالت حاجة بقى ماس المبرمج اللي كل واحدة محفور فيها دوائر الكترونية بتقدر تعرض الصور والذكريات والامنيات. ورابع حاجة الهدايا تحت الشجرة هتبقى اجهزة هولوجرام صغيرة بتعرض 3D من الهدايا والبيتكوين. وخامس حاجة هي الهولوجرافيك اوديو اللي هيعمل انتراكتيف ساوند افكت خارج من الشجرة. وطبعا كل ده هيبقى مربوط بقى، مش جاي في بالي ممكن نعمل بيه اكتر، بس هو لازم يتضاف وخلاص. ولما نيجي نحسب تكلفة كل ده هنلاقي حوالي 8 مليون هيكل و20 مليون ماس و7 مليون اضاءة ونجمة و6 مليون هولوجرام وصوت و4 مليون سيرفرات وحماية. تفتكروا في الكومنتات كان في حاجة ناقصة في الشجرة؟ فولو عشان تشوفوا الأغلى المرة الجاية.